وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لعودة العمل بالنظام التوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر. إيه بقى موضوع التوقيت الصيفي ده؟ يعني حضرتك هتقدم الساعة 60 دقيقة في الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وتخلي الساعة بدل ما هي 12 تخليها واحدة. طب ده إيه يعني فايدته؟ الحكومة شايفة إن ده هيتسبب في ترشيد استهلاك الكهرباء. لما تشتغل ساعة زيادة في النهار وتنام ساعة بدري بالليل، ده هيقلل استهلاك الكهرباء مساء. طب جت منين يعني فكرة التوقيت الصيفي دي؟ فكرة التوقيت الصيفي دي هي فكرة أمريكية. لما فكر المخترع الأمريكي بنيامين فرانكلين إنه من الممكن توفير الطاقة لو الناس صحيت بدري في الصيف، واتنفذت الفكرة دي لأول مرة في 30 إبريل 1916، وطبقوا القيصر الألماني فيلهلم الثاني وقدم الساعات لأول مرة علشان يوفر طاقة خلال الحرب العالمية الأولى. وفي نفس العام طبقت بريطانيا وفرنسا القرار نفسه وألغوا التوقيت الصيفي سنة 1919، ورجعوا طبقوه تاني سنة 1940 في ألمانيا. علشان ما طولش عليك، في حاجة اسمها التوقيت الصيفي وفي حاجة اسمها التوقيت الصيفي المزدوج. التوقيت الصيفي المزدوج ده يعني هتزود عقارب الساعة بدل ساعة هتزوده ساعتين، وده اتطبق سنة 1947 وتم إلغائه سنة 1949. طيب عندنا في مصر بنشتغل بالتوقيت الصيفي ده من امتى؟ تعالوا نشوف تاريخ التوقيت الصيفي في مصر كان عامل ازاي. في العصر الحديث بدأ استخدام الساعة الصيفية أو التوقيت الصيفي في مصر سنة 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، وكان القانون في الوقت ده بيعبر عن الأزمة الاقتصادية اللي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات. واستمر الوضع كده حتى عام 1957 لما صدر قانون آخر يحدد التوقيت الصيفي من أول مايو وحتى نهاية سبتمبر. وفي عام 1975 قرر الرئيس أنور السادات إلغاء التوقيت الصيفي، وصدر بذلك قانون 87 لسنة 1975. وفي عهد مبارك عام 1982 قررت الحكومة عودة العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الكهرباء، لكن بعدها بثلاث سنين قرروا إلغائه. وبعد 3 سنين صدر قانون تاني سنة 1988 علشان يرجع التوقيت الصيفي من جديد من أول مايو حتى آخر سبتمبر ما عدا شهر رمضان. وفضلنا ماشيين على كده لحد سنة 1995، لحد ما صدر القانون 14 اللي عدل مواعيد التوقيت الصيفي وخلاه من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل حتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر باستثناء شهر رمضان برضه. واستمر العمل بالنظام ده حتى 25 يناير 2011. وفي إبريل 2011 وقبل ساعات من التوقيت الصيفي الأول بعد ثورة 25 يناير، طلع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأصدر مرسوم بوقف العمل بنظام التوقيت الصيفي استجابة لمطالب شعبية. وقتها كانت حكومة عصام شرف وقالوا إن هم عملوا استطلاع للرأي شمل 7000 شخص، ورفض 90% منهم استمرار العمل بالتوقيت الصيفي اللي كان في تلك الفترة مرتبط من وجهة نظر البعض بسياسات نظام مبارك. حسن يونس وزير الكهرباء في الوقت ده قال إن في دراسة أجرتها الوزارة قالت إن تأثير التوقيت الصيفي على ترشيد استهلاك الطاقة ضعيف جدا. واستمر إيقاف التوقيت الصيفي لحد منتصف مايو سنة 2014 ولمدة عام واحد بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور. وفي الوقت ده كان في أزمة طاقة بتعيشها مصر، ودلوقتي بتعيد الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي مرة تانية بقانون، ومن المنتظر إن القانون يصدر قريبا من مجلس النواب علشان ترشيد الاستهلاك والتعامل مع أزمة الطاقة العالمية.